هذا البناء اللي كتشوفوا قدامك ماشي هرم من الاهرامات ديال مصر، ولكن هذه هي اقدم ثلاجه تاريخ البشريه. الاسم ديال هذا البناء هو اليخجال او اليخشال، وهذه الكلمه الاصل ديالها فارسي، يخ كتعني الثلج وجال كتعني الحفره، حفره الثلج. هذا البناء التاريخ ديالو يعود الى 400 سنه قبل الميلاد، والبدايه ديال الظهور هذا البناء كانت في بلاد فارس اللي هي ايران حاليا. بالقرب من هذا البناء كانوا كيحفروا واحد الاحواض مائيه العمق ديالها ما كيتعداش بضع سنتيمترات، فكانوا كيعمروا هذه الاحواض بالماء، وفي الليالي البارده وخصوصا فصل الشتاء كان كيجمد هذا الماء وكيتحول للثلج، فكانوا كيهزوا هذا الثلج وكيديروه وسط واحد الحفره عملاقه موجوده داخل اليخجال. وهذا الثلج كان كيبقى جامد ومحافظ على البروده ديالو طيله ايام السنه. كيفاش؟ اليخجال كان كيتبنى بواحد الماده عازله للحراره سميتها الصاروج، بالاضافه لان اليخجال كانوا عنده جوج ديال الفتحات، فتحه في اعلى البناء وفتحه في الاسفل. الفتحه اللي في الاسفل كانت كتدخل الهواء البارد، والفتحه اللي في الاعلى كانت كتخرج الهواء الساخن، وبهذه الطريقه كانوا كيبردوا الاطعمه والمشروبات ديالهم قديم الزمان. في الاخير الا عجبك